الرسول أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقوله: ستكون بعدي فتن كقطع الليل مظلم. ستكون بعدي فتن كقطع الليل مظلم. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله عز وجل، هذا المخرج منها. إيش معنى هذا الكلام؟ ستكون بعدي فتن كقطع الليل مظلم. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كيف كتاب الله يخرجنا من الفتن؟ إذا تعلمناه، ما صح، وتفهمناه وعملنا به وقرأنا تفسيره وطالعنا معانيه، يكون حجاب من الفتنة، ما صح. أما إذا كنا لا نعرف ما فيه وإنما نقرأه كما يقرأه سائر الناس، لا يطبقونه وإنما يتبارون به في المحافل، في الإذاعات، يقرأوا بأنغام متعددة ويتبارى في إخراج الحروف والتجويد، أو نكتبه في القدر كما يعمل بعض الناس تو، أو نحل المصاحف. هذا شيء لا ينفعنا، كما أن هذا وقع مع اليهود والنصارى، أخذوا يقدسون كتبهم ولا يعملون بما فيها، بما نزل فيها. وإنما يكون هذا الكتاب العزيز ينقذنا من الخطر إذا قرأناه وعرفنا ما فيه من الفوائد وطبقناه، ولو خالفنا كل الناس، لأن الرسول قال: ستكون بعدي فتن كقطع الليل مظلم. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله عز وجل. ثم أخذ الرسول يصف هذا الكتاب منزلته. إيش قال؟ فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله والعياذ بالله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالت: إيش أن قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال قوله صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به فقد هدي إلى